اهلا بيكم في قناتي مطبخ سوشي. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهارده هنعمل حاجه حلوه كده من حلويات رمضان. هنعمل الكنافه بالكاستر، اللي مجربهاش يجربها يلاقيها طعمها حلو قوي، زي بالظبط الكنافه بالكريمه، بس الحشوه بدل هي كريمه هتبقى كاستر. وازاي هقول لكم بقى تطلع معاكم لونها واخده اللون الحلو دوت، وهقول لكم كل التفاصيل. يلا مع بعض نقول بسم الله نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هبتدي احضر الكاستر بتاعنا او الحشوه، وهي عباره عن كوبايتين من اللبن وعليهم معلقتين كبار من بودره الكاستر. عموما هو العلبه او الكيس بتاع الكاستر اللي بنشتريه من بره بيبقى مكتوب عليه المعيار، فانتي امشي على المعيار اللي مكتوب على العلبه او الكيس بتاعك، لان كل شركه بتختلف نسبه البودرة أو الربط اللي في الكاستر عن التانية. يعني ممكن علبة تكتب لك على كوباية اللبن معلقتين، وممكن على كوباية اللبن معلقة واحدة. فانتي امشي على الخطوات ونحطها بقى على النار، هنقلبها كويس أوي ونحطها على النار على البارد لحد ما تتماسك وتبقى عاملة زي شكل المهلبية اللي انتوا شفتوه ده. دلوقتي بقى عندي نص كيلو من الكنافة، وانا زي ما اتعودت وقلت لكم قبل كده بحط الكنافة في الفريزر عشان اعرف اكسرها او افتفتها بسهولة. لو هتجيبوها طازة وتعملوها في نفس اليوم ممكن تفرموها في الكبة فهتديكوا نفس النتيجة. بعد كده هبتدي بقى ارشها كده في الصينية من غير ما ادهن سمنة ولا اي حاجة، هتبقى سهلة جدا كمان معايا. هرش نص كمية الكنافة في الصينية لحد ما اعمل طبقة كويسة كده، وبعد كده هنزل بقى بالكاستر اللي احنا جهزناه، بس يكون برد شوية، يعني مش هو سخن، يعني يبقى دافي، مش هسيبه كمان يبرد خالص. هبتدي بقى انزل بطبقة الكاستر واوزعها كده بالمعلقة زي ما انتوا شايفين واحدة واحدة، بس مش هجيب على الحروف قوي، يعني هبعد عن الحرف شوية عشان ما تطلعش بقى في الفرن وتسيح وتتحرق كده. بعد كده لما افردها خالص واعمل طبقة كويسة منها، هبتدي اسيبها شوية تمسك نفسها وتتماسك، وبعد كده هرش عليها باقي كمية الكنافة. خدوا بالكم معايا انا ما حطيتش سكر بودرة في الكنافة ولا سمن وقلبت فيها ولا اي حاجة، انا هحط السمنة كله في الاخر على الوش زي ما هتشوفوا دلوقتي. خلاص كده انا باخد طبقة تانية من الكنافة برشها على الكاستر، وطبعا بتتفرد معايا بسهولة لان هي مش متماسكة بسمنة وسكر زي ما كنا بنعمل في الاول. خلاص كده قفلت الصينية، هبتدي بقى اضغط عليها بالراحة كده عشان اسويها بس، واضغط يعني ضغطة الكنافة بتخليها تتماسك واحنا بنقطعها بعد السوا واحدة واحدة. وبعد كده هبتدي بقى اجهز السمنة بتاعتنا اللي انا ما حطيتش لسه منها ولا نقطة. هاخد كوبايه الا ربع من السمنه البلدي، يفضل طبعا سمنه بلدي عشان تطلع الحاجه طعمها حلو وزي اللي بنجيبها من بره، او سمنه على زبده، او ممكن تعملوا ميكس بقى سمنه على زبده نيوزيلندي على شويه صغيرين من الزيت. الزيت يكون نوع كويس. هسيح الكلام ده كله وابتدي بقى اسقي الكنافه كلها بالكميه دي. وما تقلقوش، الكنافه بتاخد السمنه بتاعتها والباقي بيفضل في الصينيه، يعني ممكن بعد ما تطلع من الفرن لو في اي سمنه زياده ممكن تصفوها وتستخدموها تاني في حلويات تانية. خلاص كده هبتدي بقى ادخلها الفرن سخن على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص، واخلي بالي معاها اول ما تاخد لون من الحروف كده من تحت وتفصل عن الصينيه، هبتدي اقلبها في صينيه تانية وارجعها تاني الفرن لحد ما تاخد الشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. اللون ده خدناه بسبب اللي احنا حطينا السمنه كتيره سقيناها بيها وقلبناها وخدنا اللونين من تحت ومن فوق. دلوقتي بقى هبتدي اسقيها بالشربات البارد، وعملت معاكم قبل كده وهسيب لكم لينك الشربات في صندوق الوصف، شربات الحلويات الشرقيه. هسقي بقى الكنافه من كل حته زي ما انتوا شايفين كده، اغطيها كلها بكميه الشربات بتاعتنا، وبعد كده هسيبها بقى تهدى وابتدي اقطعها. طبعا عايزه اقول الكنافه لسه طالعه سخنه من الفرن والشربات بارد، لو عايزينها طريه شويه خلوا الشربات يبقى دافي، وكمان غطوها بعد ما تطلع من الفرن وتتسقي. خلاص بقى تعالوا نقطعها. بصوا شكلها تحفه واللون والكاستر من النص، وعايزه اقول لكم حشوه الكاستر دي فعلا طعمها تحفه جدا. جربوا وصفه الكنافه دي، حلوه جدا هتعجبكم، كمان سهله مش بتاخد وقت، وكمان التكنيك بتاعها بسيط، يعني مفيهاش اي عقد ولا اي حاجه. كل سنه وانتم طيبين، جربوا الوصفه دي تقولي رايكم. بس الاول عايزه اقطعها معاكم بالمعلقه تشوفوها من جوه. بصوا بقى معايا كنافه طريه، يعني مقرمشه من بره ومن جوه طريه، والحشوه بتاعتها حلوه قوي. وعايزه اقول لكم برده حاجه نسيت اقولها، ما تحطوش سكر على الكاستر خالص، ما تحطوش سكر، هو اصلا بيبقى دلع لان شربات الكنافه بيعادل بقى كل ده وبتطلع طعمها مظبوط جدا.
خلاص كده الوصفة خلصت. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتعملوا كمان كومنت، وكمان تعملوا اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش وحابين يوصلكوا كل فيديو جديد. هشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.